انتصار مغربي من قلب الجزائر. غادي نشوفوا مع بعضياتنا مجموعة فيديوهات بخصوص زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، المقاطعة الفرنسية، وكيفاش يعني أنه هذا نفس الوزير اللي قبل أيام ولا قالك بأنه لا نقاش على الصحراء المغربية ولا الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، وأنه حاضر ومستقبل الصحراء في ظل السيادة المغربية، ومع ذلك استقبلوه بالأفراح والورود والزهور، وجا شافهم وقلب دار زيارة تفقدية للإدارة الفرنسية. المهم نشوفوا الفيديوهات اللي معنا ونرجعوا بعد التعليق. يلا. أين الصحراء الغربية؟ ربما البعض راح مباشرة يبدأ يتكلم لي على تندوف، لكن لا، الموضوع ليس جغرافي. الموضوع هو حول زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إلى الجزائر اليوم مع نظام ناوز لا هيبة لا مواقف. والغائب الأكبر كان الموضوع المفضل والمحبب للنظام الجزائري، وهو موضوع الصحراء الغربية، لأنه وزير الخارجية الفرنسي في الندوة الصحفية أو في الكلمة اللي ألقاها بعد لقائه مع الرئيس المعين عبد المجيد تبون لم يذكر تماما قضية الصحراء التي لم يتطرق لها لا تبون ولا وزير الخارجية عطاف رسميا، رغم أنه أصل الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتذكروا هو اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. الجزائر سحبت سفيرها في باريس، ومن ثم بدات الازمه وتعفنت مع قضيه بوعلام صنصال، مع قضيه المؤثرين اللي كشفتها انا في بدايه السنه وغيرها من الحلقات. لكن الاصل هو المساله تاع الصحراء اللي يطرحها النظام الجزائري كقضيه وجوديه، قضيه مبدا، قضيه تقريبا عقيده اليوم عند النظام الجزائري، وقضيه محوريه. لكن الحقيقه انه جريده لو فيغارو كشفت المسطور وكشفت الانبطاح الكبير تاع النظام الجزائري، لانه رسميا لم يتطرق للموضوع، لكن من وراء الكواليس يعني جريدة لو فيغارو اللي كانت داخل الوفد بطبيعة الحال من مصادر داخل الوفد جون نويل باغو وزير الخارجية الفرنسي، كشفت بأنه تم الحديث مطولا حول موضوع الصحراء. معناتها هذا هو الهوس تاع النظام الجزائري. بل أكثر من ذلك كشفت على أنه الحديث كان هو على الجلسة في مجلس الأمن اللي راح تكون يوم 14 أفريل وسترأسها فرنسا حول موضوع الصحراء، والجزائر تستعد لأخذ الكلمة لمحاولة الآن استجداء فرنسا من أجل أنه ربما الموقف تاع الممثل فرنسا في مجلس الأمن كليا. بل أكثر من هذا، أهم المواضيع التي تم التطرق إليها ليست مصلحة الجزائر في علاقتها مع فرنسا، زيارة وزير الداخلية الفرنسي بغينو غوتايو إلى المغرب. النظام الجزائري حب ياخذ ضمانات بأن المغرب لن ياخذ امتيازات على حساب الجزائر. هذا هو المواضيع الأساسية التي تم التطرق إليها، هي الصحراء وراء الكواليس، لأنه رسميا النظام الجزائري تراجع كليا وانبطح في هذا الموضوع بعد فرض تأشيرات على حملة جوازات السفر الدبلوماسية بعد من أكثر من 800 مسؤول جزائري من الدخول إلى فرنسا، وغيرها من الأمور التي مست بمصالح النظام. تتذكروا قضية طرد زوجة سفير الجزائر في مالي بشكل مهين ومنعها من الدخول إلى فرنسا. النظام لما تضرت مصالحه قلل شوية في حدة الخطاب الرسمي مع فرنسا، لكن في الكواليس يبقى الهوس الأكبر تاع النظام الجزائري هو المسألة هذه، ودي دليل على الانبطاح المذل للنظام الجزائري في هذا الموضوع، والدليل على لماذا أحمد عطاف اليوم ظهر بهذا الشكل المهين وهذا الشكل تاع الذل اللي يبدو حتى في لغة جسد هذا الشخص. والله المستعان دائما. فرنسا تنتصر من داخل الجزائر، والإفراج على بوعلام صنصال اللي داز واللي دار عليه واللي نض عليه هاد الحريرة كاملة، في الأخر النيف كيطيح. كيفاش؟ تسريبات من داخل قصر المرادية، اجتماع داز 2.5 ساعة، وزير الخارجية الفرنسي مع الرئيس الجزائري فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وقبل منا 1 ساعة مع وزير الخارجية، وهذا الشيء كامل عطانا انتصار ما نقدرش نقول لكم شحال زيرو، ولكن راه انتصار كبير جدا، حيت كاع المطالب ديال فرنسا تحققت، والمطالب ديال الجزائر أول
وتقول ما كاينش ما كاينش ما كاينش. شنو اللي وقع بالضبط؟ تخيلوا معايا، الاعلام الجزائري او الفرنسي او اي اعلام هضر على هذا اللقاء هذا ما جبدش قضيه الصحراء المغربيه، وهي اللي بدا عليها هذا الشيء كامل. وهذا الفيلم وهذه المسرحيه بدات على القضيه ديال الصحراء المغربيه، ما تجبداتش نهائيا. اذا شنو واقع؟ النيف هرس النيف عاوتاني. شنو اللي دار في هذا الشيء كامل؟ هو ان فرنسا دافعت على المصالح ديالها داخل الجزائر، دافعت على الشركات ديالها، ودافعت على بوعلام صنصال. يعني كاين واحد الافراج على بوعلام صنصال، غادي يكون شي اعفاء ديال الرئيس الجزائري. المهم كاينه شي حاجه جايه في الطريق، وهذا الا قلنا بغينا نشرحوه فهو هزيمه للجزائر داخل الجزائر من فرنسا. تخيلوا معايا 8 شهور ديال القطيعه، 8 شهور ديال الافلام، وفي الاخر كترجع العلاقات. شنو استفدت الجزائر؟ ما نكذبوش، استفدت واحد الحاجه، ولكن ماشي الجزائر. المسؤولين الجزائريين استفدوا واحد الحاجه، هي الفيزا عاوتاني. يعني مشيو يتفطحوا مع راساتهم في فرنسا بفلوس الشعب الجزائري، ويمشيو يتمتعوا بالاملاك ديالهم في فرنسا. هذا هو الربح من هذا الشيء كامل اللي داز. اما شي حاجه اللي حقيقيه وملموسه ما كاش. كاين انتصار كبير لفرنسا، غادي يطيحوا النيف وغادي يخرجوا بوعلام صنصال. وبوعلام صنصال اللي قال بان اراضي جزائريه ما هي الا اراضي مغربيه، كيهضر على الصحراء الشرقيه. يعني الى خرج فهو هاد سي فخامة الرئيس وهادشي كامل اللي كان موافقين بان الصحراء الشرقيه فهي اصول مغربيه. هذا التاريخ اللي كيقولوا، ولكن منين غادي يتم الافراج عليه فهاد الشيء هذا باين. الصحراء المغربيه القضيه ديالها زيد عليها الصحراء الشرقيه، موافقين عليها الرؤساء ديال الجزائر، منهم عمي شنقريحه وعمي تبوني. شنو بان لكم، هزيمه ولا لا؟ خليوها لينا في لي كومونتير. واش نقول لك؟ نشوفوا الاعلام الجزائري سير تفرجوا فيها، تلقى عاوتاني كيقول لك لوينا يد فرنسا، سالينا مع فرنسا، درنا لفرنسا وما كاين والو. تهلاو. ارفع راسك يا با وزير الخارجيه الفرنسي اللي قال لهم ان حاضر ومستقبل الصحراء المغربيه تحت السياده المغربيه يستقبل استقبال واعر بزاف من طرف وزير الخارجيه عطاف. ولكن شكون عاوتاني اللي استقبلوه؟ عمي تبون. ارفع راسك يابا، ارفع راسك يابا، ارفع راسك يابا، ارفع راسك يابا. الهيبه والمكانه والقيمه، وها هي المياه دابا رجعت الى مجاريها من بعد ما قال لك بان ديك المكالمه ماشي شي مكالمه اللي تقدر ترجع العلاقات كما هي. ها هي رجعت العلاقات وحسن من داكشي، وتم استقبال وزير الخارجيه من طرف اكبر هرم السلطه الجزائريه، وهي فخامه الرئيس عمي تبون. يستقبل وزير الخارجيه اللي يلاه مورا المكالمه قال لهم، عقل مزيان على هذه الكلمه هذه، حيت قالها ايمانويل ماكرون. هذه هي اللي كتقول دابا فرنسا حاليا، كتقول سيدي بان حاضر ومستقبل الصحراء المغربيه تحت السياده المغربيه. هو في الواقع كي قالتها امريكان، كي قالتها فرنسا، كي قالتها اليابان، راه الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. ولكن غير باش نذكرها في شي وحدين، ها هي فرنسا اللي قالتها، ها هي يستقبلها عمي تبون. اذا هذا تطيح النيف، اذا هذا شنو هو؟ استسلام، اذا موافقه، اذا انك داكشي اللي قالت فرنسا تؤيده، بما انك حطيتي يديك
في يد فرنسا من بعد ما درتي ديك القطيعه على ود الصحراء المغربيه، ومازال نفس القضيه عند فرنسا مع الصحراء المغربيه وانت حاط يديك معاها، يعني استسلام ورضوخ الى فرنسا. الى عندكم شي حاجه واحده اخرى بانت لكم من غير هادشي اللي بان لي انا، قولوها في لي كومونتير. وديما هز راسك يابا، هز راسك يابا، تهلاو. احنا العلاقات مع فرنسا لابد الابدين لن تكون طبيعية، لن تكون طبيعيه، لانه ارث الشعب الجزائري. الناس عندنا 10 ملايين شهيد يا شيخ. 10 ملايين امتى هادو زادو امتى؟ اش واقع؟ كل شويه كيزيدو فيهم، كل شويه كيزيدو فيهم. كيتولدوا في القبور ولا اش كاين؟ اصلا ما عندهمش قبور، حنا عارفين بانه هي كذبه هذيك، ولكن ربط السلوكيه ربط. وهاد العلاقات مع فرنسا اللي عمرها ما تكون طبيعيه، هذاك الشيء كيستقبل وزير الخارجيه، الرئيس كيستقبلو، الرئيس اللي هو قائد الدوله المفروض يعني كيستقبل وزير خارجيه. المهم كملوا الفيديوهات اللي معنا. هذه صوره ديال واحد الناس، واحد المسؤولين جاو يديروا واحد الزياره تفقديه، زياره تفتيشيه لواحد الاداره عندهم. هذاك وزير الخارجيه الفرنسي، وكيف ما شفتوا غاديين الناس لازين من الطياره، لجنه غدا تراقب المسائل ديالها في الملحقه. تحياتي، برافو، غادي يتحاسبوا كيديروا المحاسبه. لا كور دي كونت ديال فرنسا. 2 ساعة مع الرئيس الجزائري، وساعة و45 دقيقة باركة مع أحمد عطاف. وزير الخارجية الفرنسي جلس 2 ساعة مع الرئيس الجزائري، واللي قال بالمناسبة 2 ساعة قال لك بأنه صافي هزينا الريدو على داكشي اللي كنا درنا، وغيبقاو خوتنا عاود المسؤولين في الجزائر ياخذوا الفيزا نورمالمون. وقال له الرئيس الجزائري مرحبا بالشركات الفرنسية هنايا، وعودة العلاقات إلى طبيعتها. تخيل صاحبي 2 ساعة وهو تيهضر مع وزير الخارجية الفرنسي. واو، والله الا بشرى للاخوان في الجزائر، بشرى لكم صاحبي. 2 ساعة هضروا على كل شيء، هضروا على اللائحه اللي غادا ترجع، هضروا على الشركات، هضروا على عوده العلاقات بحال حتى شي حاجه ما كاينه، هضروا على الساحل، ولكن ما هضروش على المغرب والاعتراف ديال فرنسا. هذه اللي خايبه شويه في الحقيقه، هذه اللي ما بغاتش تفهم لي انايا. هضروا وزير الخارجيه هدوا معاه في كل شيء الا المغرب، ما دواش معاه. ويخرج لنا بيان ديال وزاره الخارجيه ويقول لك لا دوينا. واللي بغى بارو شنو قال انا غندير لكم في كومونتير جريده لو فيغارو، وتمزك ليا مع راسك لداك الشيء اللي داز بيناتهم، وشوف واش جبدات المغرب ولا لا. ولكن وزاره الخارجيه الجزائريه غتجبد المغرب ضروري. تحياتي وبرافو لجون نويل بارو. هاي 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 على طيف استقبل لك يا سيدي النظير دياله الفرنسي. وحفوات الاستقبال وفي الأحضان يا وطني، وماشي بوحدو، لا استقبلوا حتى فخامة زين السمية، حتى هو استقبلوا يشم فيه ريحة الحبان. ما خفاكم شي تباضات صعيب. هو ما جاوش بوحديتو، جا معاه شلاوالي وجايين جروا ببالزهم ومتقلين. هو ينايا ملي شفتهم جايين متقلين وببالزهم قلت هدايا تيتي، هادو ظهر لي دازو طرقوا المتحف وجابوا هادو اللي راهم باقيين تما ديال هادوك الشهداء رحمة الله عليهم في هاد النهار. قالوا لي لا ما كاينش كاع داكشي، كتعاودي على الخرايف ما كاين والو من داكشي. قلت له وصافي، قلت لهم لقيتها واقيلا جابوا ديك الذاكره اللي راه زين السميه دابا وساعه ويعاود لنا عليها. قالوا لي وتقول منين جبتي ديك الهضره؟ قلت له هدا طحت ولقيتها. هادو باين جايبين السروال،
الا ماشي د العروسه كونوا تحشموا. السروال ديال المير كيشتو دابا باقي لهيه عندهم شي سروال وشي حوايج اخرى، شي ملابس خاصه ديال المير. قلت واقيلا جابوها، قالوا لي لا. وتقول كتخرفي ما كاين والو من داكشي. واش جاو يديروا؟ قال لك يا سيدي جاو باش يتناقشوا ويتباحثوا على هذيك القائمه، ديك اللائحه ديال جو بارتي غابا ولا جو بارتي غي، ما عرف شي وحده فيهم. ديك 800 ولا 500، شي يقول 800 شي يقول 500 ديال هادوك جو بارتي غيبا. هذا وكان قال لك وباين والله اعلم غادي يديو معاهم بوعلام صلصال الا لقاوه باقي في الحياه. دابا بوعلام صلصال كيساوي 800 ديال جو بارتي غيبا، يردو جو بارتي غيبا 800 منهم وغيديو بوعلام صلصال الا باقي في الحياه. وهادشي اللي قالوا لي والله اعلم، وانا مالي. المهم انبطاح مازال على مسلسل الانبطاح الكرغولي مستمر. جاو استقبلوا وزير الخارجية الفرنسي اللي قال وكرر وأعيد أنه حاضر ومستقبل الصحراء هو تحت السيادة المغربية. وطبيعة الحال طيبوا الرئيس حاشاكم، طيبوا بالهضرة 2 ساعة ونص هو يهضر معاه، 2 ساعة ونص. غالبا غادي يكون كيهضروا على داك دوك اللي كانوا باغيين يرحلوهم بوعلام صنصال. وانا متاكد انه قضيه الصحراء الشرقيه داخله في الموضوع، لانهم راهم مخلوعين من هذه القضيه، مخلوعين بزاف الاخوان. انا متاكد انه لانه ما باغينش انه الملف يتفتح او انه فرنسا تلمح الى فتح الموضوع. المغرب مازال ما راه عنده الوثائق عنده كل شيء، ولكن مازال ماشي يفتح هذا الموضوع. لكن فرنسا كانت كتهدد بهذا الموضوع، كانت تحطوا في الاعلام ديالهم كانوا تقريبا واحد السيمانه ولا جوج كيهضروا على الصحراء الشرقيه بشكل يعني هكا مباشر واضح بدون اي الغاز. كيهضروا على الاراضي المقتطعه من المغرب والتي الحقت بالجزائر. انا هذه كنقول ان واحد الجزء كبير من داك بلا 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 كان جزء منه على قضيه الصحراء الشرقيه. انا هذه متاكد منها، ماشي حتى ما الصحراء الغربيه المغربيه هذيك صافي راه ملف وتسد، راه فرنسا براسها قالت له ما كانش نقاش في هذا الموضوع. اذا كان شي نقاش كان على الصحراء الشرقيه. هادشي اللي انا هذا هو التخمين ديالي. المهم شاركونا بارائكم في هذا الموضوع، ما تنساوش لايك وبارطاج كذلك الاشتراك في القناه تكون اخر ما كاين. عجبكم الفيديو وكان الفيديو من يعجبكم ان شاء الله فرصكم نشوفكم في فيديو اخر قريبا. سلام.